سيداتي وسادتي، أهلا بكم في تغطية خاصة لآخر تطورات الأسواق العالمية في هذا اليوم التاريخي الأربعاء، وقتا يستعد فيه العالم لاستقبال أعياد الميلاد. تشهد قاعات التداول تحركات استثنائية قلبت الموازين، حيث يجتمع صعود الذهب القياسي مع قمم تاريخية للأسهم الأمريكية وسط تراجع واضح للعملة الخضراء الذهب والدولار ثنائية التناقض. نبدأ بالمعدن الأصفر الذي سرق الأضواء اليوم بتحليقه فوق مستويات لم نشهدها من قبل، فقد تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز 4500 دولار، مدفوعاً بتوترات جيوسياسية متصاعدة وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن يحمي محافظهم المالية. هذا الارتفاع الجنوني جاء مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي، حيث هبط مؤشر الدولار إلى مستويات 97 نقطة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وول ستريت أرقام قياسية جديدة. وبالانتقال إلى قلب الاقتصاد العالمي، وول ستريت يبدو أن رالي سانتا كلوز قد وصل مبكراً وبقوة. مؤشر S&P 500 يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً عتبة 6900 نقطة، ولم يكن داو جونز الصناعي بمنأى عن هذا الزخم، حيث سجل 48442 نقطة. أما قطاع التكنولوجيا المتمثل في مؤشر ناسداك فقد استمر في حصد المكاسب ليتجاوز 23500 نقطة، مدعوماً ببيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من التوقعات. لكن ما الذي يربط هذه الخيوط ببعضها؟ إنها معادلة الفائدة والنمو. الأسواق تراهن اليوم على استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض الفائدة خلال العام القادم. هذا الرهان أضعف الدولار وأنعش الأسهم، وجعل من الذهب الخيار الأول للتحوط من أي مفاجآت. إذن هو يوم للذكرى في الأسواق المالية، الذهب في القمة والأسهم في ذروتها والدولار يترقب. ما امتياز بالأسواق المالية قبل عطلة الكريسماس؟